مباراة الأهلي ويانج، بطلها مصطفى شوبير. لولا مصطفى شوبير النهاردة الأهلي كان خرج بنتيجة 3-0، 3-1، 4-1. بصراحة النهاردة مصطفى شوبير كان نجم اللقاء، ويمكن هو الوحيد اللي كان واقف على رجله في فرقة الأهلي كلها. يعني ما شفناش حد النهاردة كويس غير مصطفى شوبير. هو اللي شال الفرقة وهو اللي أنقذ الفرقة من هزيمة مؤقتة. شوطة متشاطة في الأول بيطلعها ببراعة، انفراد بيطلع في التوقيت المناسب، كام كورة بياخدها بالعرض، يطلع بيريح الديفنس وبيريح لاعيبته. فالنهارده انا بقول ان مصطفى شوبير نجم اللقاء بلا منازع. احداث المباراة الاهلي ما جاش الشوط الاولاني، وواضح قوي قوي ان في لعيبة يعني بتلعب بالاسم بس، بالاسم، وفي لعيبه بتلعب تانية يعني موظفين. بصراحه يعني شوط اولاني كان حاجه بجد، يعني حاجه تسد النفس. والغريب بقى ان يقول لك ان امام عاشور ما فرقش. يعني في ناس بتقول لك ان امام عاشور ما فرقش. امام عاشور النهارده مأثر تأثير، ماليش دعوه بقى باللي حصل، انا بتكلم فنيا. انا ماليش دعوه باللي حصل قبل كده، بس انا فنيا لا، ما فيش حد بيجري بالكوره بيكسب مساحه من نص الملعب لل 18 غيره. الباقي كله نازل بيستلم ويسلم عشان يقول لك ان انا موجود. انما مين اللي بيكسب مساحه؟ مين اللي بيروح على الجون؟ مين اللي بيعمل اسيست؟ مين اللي بيغير ملعب في التوقيت اللي هو بتبقى الكرة في حتة بتقعد دقيقتين ثلاثة في حتة، فهو يمسك الكرة ويقوم جاي حاططها الناحية التانية؟ هنا بقى تقدر تقول امام مش موجود. طب انتوا مشيتوا قفشه ليه؟ يعني قفشه في الماتشات دي، ما هو امبارح لعب في ماتش الاتحاد شعلة نشاط في الملعب، والله العظيم قد بين رمضان 10 مرات والله. يعني امام عاشور مش موجود يبقى قفشه موجود. بس للاسف بقى انا مش عارف مين اللي عينه بتودي وتجيب في النادي الاهلي. يعني ماتش زي النهارده ده، قفشه لو لعب عن بين رمضان، لعب بين رمضان ده والله العظيم انا بعتبره جريمه، لان ده لعيب محترف وبياخد بالعمله الصعبه، بياخد بالدولار او باليورو. فيبان بالمستوى ده وتمشي قفشه اللي هو يعني من اسباب ان انت بيخليك تمسك كوره وبتستحوذ. يبقى النهارده الاهلي ما جاش خالص النهارده. طالعين بقى بعد الماتش يقول لك ايه؟ الشوط الثاني الاهلي تحسن نسبيا. تحسن نسبيا؟ ده كان لازم يخسر النهارده. يعني لولا ساتر ربنا وعشان بس ما يشيلوش الواد ديانج المباراه، ربنا كرم وجاب الهدف، لان هم مش شايلين ديانج الهدف اللي دخل في النادي الاهلي. فبصراحه، وبعدين مدرب نازل في الاخر ينزل احمد عيد ويدخل محمد هاني وينزل بيكهام وجنبه ياسين مرعي. انت بتدافع ليه؟ بتدافع ليه؟ انت اللي وحش في نص الملعب. وبعدين بتطلع مروان ليه؟ ما هو اللي كان يطلع زيزو او تريزيجيه او طارما ده من بدري، ده من اول الشوط الثاني، من اول الشوط الثاني يعني. ويقول لك كل سايبين زيزو وتريزيجيه وطاهر محمد وماسكين في مروان، اسمه مروان عثمان، ماسكين فيه. يقول لك اصل لسه صغير، لسه الخبرات لسه. هو انت اديت له كوره يجيبها جون وما جابهاش؟ هو انت عملت له كروس على دماغه وهو ضيعها؟ هو انت عملت له انفراد وهو راح ضيع الانفراد؟ ده كور ده عامل اسيست يا راجل لزيزو الشوط الاولاني. زيزو لما لقى نفسه هو الجون خاف، وبعد كده بيرجعها وبيزعق لتريزيجيه. طب تريزيجيه يعمل لك ايه؟ انت لعيبه قد كده، لعيبه قد كده. ليه؟ لانك انت في اخر لحظه خفت تشوط على الجون، فقلت اعمل بره وخلاص واخلي مسؤوليتي، انك عشان الكره لو ضاعت هيمسكوني بقى
ده بقى اللي بيقعد يفكر في السوشيال ميديا وان مين هيتكلم عليه ومين مش هيتكلم. يا عم انت معاك حمايه، انت معاك اللجان بتصيادك رايح جاي. ده انت لو بصيت للراجل اللي جنبك كده، ده انت يوم ما خمست قعد يقول لك شفت زيزو بيودي الكرة من اليمين للشمال. فاكر التخميسه دي ايام المنتخب؟ وسايبين زيزو وتريزيجيه وطاهر محمد طاهر وماسكين يا حول ولا قوه الا بالله في مروان اصل لسه. اصل طب الكلام ده لو جاله فرصتين ثلاثه هو بيضيعهم، يبقى لسه قدامه فتره عقبال ما ياخد عقبال. لا، بيحملوا اللعيب دوت المسؤوليه بتاعت انتوا اصلا ما فيش كوره بتتلعب. ما فيش يا راجل، ده الجون اللي دخل في النادي الاهلي النهارده جمله اتعملت فاول، اتحطت الراجل حطها من ورا الحيطه، الراجل عملها بالعرض راحت للباك حطها جمله ما اتعملت. وعملوا برضو تكتيك تريكه كده في الكورنر ناحيه الشمال لغايه ما راحت للراجل على ال 18 خدوها تك تك تك، الراجل شاط لولا ياسين مرعي جت فيه.